هذا التوقيت الآن ب 40 نقطة، طبعا بنفس الرصيد بالنسبة للشباب، و37 نقطة للنصر. طويل الكرة، محاولة باتجاه غريب، يصل كرة غريب، مر غريب بكرة، الله الله، عبد الرحمن غريب، جول نصراوي. غريب خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل. الله على اللقطة، غريب يا عيني غريب. النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تمريرة في منتهى الروعة، ونهاية ولا أجمل ولا أروع من جانب عبد الرحمن غريب. يسجل النصر الهدف الأول في هذه الأمسية بعد 17 دقيقة لعب في ملعب مرسول بارك، وبعد تمريرة من جانب سامي النجعي ضرب دفاع التعاون، مر بروعة أمام الغامدي وحطها بشكل جميل. عبد الرحمن غريب بدأ يلمع أكثر، غريب يتألق أكثر في هذه الفترة، غريب لمسة ساحرة جميلة من الفنان عبد الرحمن. وبعد ذلك النصر يتقدم في النتيجة بالهدف الأول في هذه الأمسية لزملاء كريستيانو رونالدو. هدف أول لمصلحة العالمي بعد دقائق أولى شهدت فرصة واحدة لكريستيانو رونالدو، وبعد ذلك تمكن عبد الرحمن غريب من الوصول إلى شباك التعاون. 18 دقيقة كانت كافية لفريق رودي غارسيا أن يسجل الهدف الأول في هذه الأمسية لمصلحة النصر. العالم يتقدم في النتيجة 1-0. والآن خذ لك مباراة أكثر إثارة، أكثر تشويق وأكثر متعة في دقائقها القادمة من أجل ردة فعل للتعاون ومن أجل البحث عن تأمين النتيجة للنصر. الكرة على جهة اليمين، النصر يحاول أمام كونان، النصر يبحث عن التمريرة للكرة للوراء، محاولة لمصلحة كاكو، بينية تمريرة تصل بعد ذلك إلى ميدران، ميدران يحاول ميدران تغطية وتدخل من جانب الحسن، لمسة مرتدة سريعة نصراوية إلى غريب، كريستيانو رونالدو على جهة اليمين، غريب يحاول مرور، عبد الرحمن يبحث عن التمرير، تأخر وبعد ذلك لا زال يحافظ على كرة، ما زال تسديدة وكرة مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الماضية، جميلة لمصلحة علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة، ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكرة الأخيرة النصراوية اللي مرت بمحاذاة القائم. فرصة في منتهى الخطورة لمصلحة النصر عن طريق علي الحسن. النصر أكثر تهديد والأكثر خطورة في فارو. ميدران غير اتجاه اللاعب في جهة اليمين، تصل الكرة لمصلحة سعد الناصر جهة محمد الغامدي، الباحث عن كرة عرضية خطيرة، البارو ميدران يتعادل للوولفز بروعة كبيرة كبيرة كبيرة، بروعة كبيرة وعرضية جميلة ونهاية ولا أجمل. في اللقطة الماضية تمكن البارو ميدران لمصلحة الوولفز من العودة إلى أحداث هذه المباراة. هدف ولا أجمل ولا أروع من مدريد سابق في شباك النصر. الفارو ميدران بعد عمل كبير في اللقطة الماضية، الناصر الغامدي بعد ذلك عرضية ولا أروع بدون أي متابعة، بعيد في اللقطة الماضية الدفاع النصراوي الوحدة وحطها بروعة. سجل الفارو ميدران هدف التعديل في هذه المباراة. قلت ماذا تنتظرون في شوط ثاني؟ ربما الكثير من الإثارة في هذه الأمسية. ينجح شاموسكا فريقه في إدراك التعادل، وشاموسكا لديه أرقام كبيرة يا جماعة في المدرجات. أي توتر عند اللاعبين أيضا. مباراة صعبة للغاية. ماشاريبوف يحاول تمريرة لمصلحة جوستافو، تسديدة وكرة مادو سجل، لكن رونالدو متسلل. مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة. رونالدو كان في مكان التسلل. نشوفها مرة أخرى تسديدة لويس. أعطينا اللقطة للتأكد ما إذا كان في تسلل على كريستيانو رونالدو أم لا. نعم والله في مدافع في الصورة. لا زالت المشاورات بين حكم اللقاء والمساعدة في غرفة الفيديو. أخيرا تم اتخاذ قرار حكم المباراة بعد العودة للفيديو. حكم اللقاء يشير إلى هدف نصراوي. نعم
هدف نصراوي كما كان يتوقع كريستيانو رونالدو. مادو سجل هدفا غاليا ثمينا في هذه الأمسية بعد أن أخذنا مباراة ثانية للتأكد من هذا القرار. هدف نصراوي ثاني بعد العودة إلى الفيديو يأكد عليه كريستيانو في أكثر من مرة إنه الهدف شرعي وإنه الهدف سليم، وإن مادو سجل هدف التعديل في هذه المباراة. النصر يسجل هدفا ثانيا احتاجنا لبعض الدقائق للتأكد منه. هدف نصراوي في ملعب مرسول بارك يجعل الأجواء مشتعلة أكثر سيداتي وسادتي، بعد أن كان الجميع